يحقق اللي هو عايزه؟ يعني هو طبعا النتيجه مش وحشه جدا، تعادل 1-0 تاخد البطوله. يعني ان شاء الله في المباراه اللي هي اللي جايه يوم السبت تجيب جون تاخد البطوله. هو احنا يعني كنا بنأمل طبعا ان النادي الاهلي يكسب هناك ويبقى خلص الدنيا من هناك، ولكن الراجل اتأخر قوي في التغيير يا فاروق. يعني هو من بداية المباراة الشوط الاولاني عدى، انت شايف بيرستاو وامام عاشور على فرقه النادي الاهلي مش كويسين. هم عملوا مجهود كبير يا كابتن. فين اللي عمل مجهود؟ لا جريوا كتير جدا يا عم. انا بالامانه بص، هو انا اقول لك في اخطاء في التمرير وفي اخطاء ممكن تبقى في التصرف مش مظبوط. الكلام ده تقوله على اكرم، تقوله على محمد هاني، تقوله على مروان عطيه، تقوله على رامي ربيعه، ماشي. انما الناس اللي هي هتكسبك، اللي مش عارفه تقف على الكوره زي بيرستاو، زي امام عاشور، زي حسين الشحات في بعض الفترات، مش هم الناس دي اللي انا بديهم الكوره عشان هم يعملوا لي الحلول؟ تمام. هم مش فايقين، يبقى لازم على طول اغير. يعني انت بتتكلمني ان التغييرات اتاخرت بالنسبه لو بدري امتى يعني من وجهه نظرك؟ بدايه الشوط الثاني. بدايه الشوط الثاني. ما انت شايد 45 دقيقه. قول لي ده او ده او ده عملوا ايه؟ هو اولا النادي الاهلي ما جاش عليه غير كوره واحده في الشوط الاولاني. سيبك من احنا مالناش دعوه بالفرقه الثانيه. الاهلي يعني راح بكوره شاطها، ما فيش، ما راحش. ما راحش. ما تقعدوش تختلقوا حاجات. الاهلي ما راحش ولا الترجي راح، هي الفرصه الوحيده اللي هي متفق معاك. يعني مش فرص حقيقيه غير مش هو ده النهائي اللي انت تشوف فرصه هنا وفرصه هنا. نهايات يا كابتن. لا يا حبيبي، لا 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 نهايات. انتوا اقوى فرقتين في افريقيا مثلا. انت النهارده مثلا الترجي المفروض هيبقى اعلى من النادي الاهلي ب 90% عشان على ملعبه ووسط جماهيره وفرصه. ما ضيعش الا فرصه واحده وما راحش طول ال 90 دقيقه بعد كده. ده يديك حق بايه؟ ان خلاص انت لو النادي الاهلي ضغط هنا مع الجماهير خلاص الموضوع انتهى. الاهلي لو جاب جون في اول ربع ساعه. بس انا كمدير فني بلعب ماتش زي ده كابتن، بفكر عندي تفكيرين. انا مأمن ما يخش فيها جول حبيبي، ولو طلعت 0-0 ده انجاز برضو وحاجه جميله. هتقول لي الاهلي اجمد واقوى، اقول لك انا متفق معاك، لكن ما اضمنش الفريق اللي قدامي برضه. وليه لما انا الاقي الفرقه واقعه ما اكسبش؟ ليه؟ ما هو عمل كده كابتن. فين عمل فين؟ ده نزل 79 حبيبي، ده في الدقيقه 79. ما تشوف التغييرات، احنا هنضحك على بعض. ماشي انا معاك. في الدقيقه 79 عارف يعني ايه؟ يعني انت سايب بيرستاو وحسين الشحات وامام عاشور اللي هم الرئه بتاعتك مش قادرين ومش شايفين، سايبهم 79 دقيقه. هو انت بقى ليك شكل وليك تقل غير لما قفشه نزل ونقلك في نص ملعبهم ان انت مستحوذ هناك. ضيع يعني هم ما بيهاجموش الفرقه الثانيه، بس خد الكوره من قدام ال 18 بتاعك لل 18 بتاع الفرقه الثانيه وقعد ومستحوذ، والشكل الفرقه بقى حلو، كله بقى ينقل، كله بقى يباصي، كله بقى يحط الكوره في الرجل. فالنادي الاهلي في اخر 10 دقائق لو بدري شويه يكسب. وخلي بالك الفرقه الثانيه بدني بدا تقع. كانت هتفرق مثلا مع النادي الاهلي يا كابتن دفاعيا؟ يعني هو مثلا لو المدرب مسير الامور ان انا مدرب مش عارف حاجه. اسمع استنى بس يا كابتن، مش عارف حاجه ايه؟ ايوه يا عم، هو لو عايز الاهلي كان كويس النهارده. مين؟ الاهلي كان كويس النهارده. فين؟ كان كويس جدا. ده بالنسبه لك انت بقى كويس جدا. ده بالنسبه لك مش الماتش زي ما انت قاعد معانا عمال تقول الفرقتين ما جوش. لا حصل يا ابو الدهب. لا بس انا بقول لك الماتش وحش. ايوه مش ده النادي. بس انت بتضحك على ايه؟ انا بتكلم مين اللي بيضحك؟ انا بتكلم الكوره. يعني انا ضحكت عشان انت زعلت كده. هو يكلمه هو، خليك هو فرحان قوي. انا بقول لك الماتش وحش. انا قلتها على فكره في الانترو يعني من غير ما انت تتكلم يا كابتن. بص الماتش وحش. لا اكمل كلامي بقى ما دام انت دخلتني في التحليل. ما حدش يقعد معاك. الماتش وحش لكن النادي الاهلي مش كويس. الماتش زي ما هو عايز يا عم. ما تعادلش والله، ما تعادل اكسب. دي فرصه. بس خلي بالك اقول لك على حاجه. الترجي الماتش اللي جاي هيبقى اصعب من النهارده. مين قال لك كده؟ انا اللي بقول لك. ده الترجي لو دافع بس مع قوه النادي الاهلي في الحاله الهجوميه. النادي الاهلي النهارده بس اللي انت شفته ده عشان مش عايز جول يخش فيه. يعني انا بقول لك هو الراجل من البدايه مش عايز الجول يخش فيه. طب ما انت بتلعب ببيرستاو وبحسين الشحات. ايوه ما انت مش عايز تلعب بدول يا سنه بس. حتى لو انت بتدافع مش عايز تلعب بدول. ما رحتش هجمه. ماشي يا كابتن، ما في ماتشات كتير بتلعب. لا يا حبيبي، ما تكوين الفريق لازم تلعب بدول. ده انت الشويه دولت اللي هو طبعا من اول امام رضا سليم، بيرستاو، حسين الشحات، وسام ابو علي، ده يصرفوا على 6 فرق.
سيبك من القيمه الماليه والكلام ده. امال انا جايبهم لا ليه؟ سمعت يا كابتن، بس انا بس ما أنا تدخليش جايبهم- الفلوس في يا امور حبيبي فنية. لا. هم لعيبه كويسه. ايوه ما كسبونيش النهارده ليه؟ انا جايبهم بالمبالغ دي ليه؟ عشان يكسبوني. ماليش دعوه بلعبة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. هجوم ناري من الكابتن رضا عبد العال. ضيف حلقتنا النهارده على مارسيل كولر وعلى لعيبه النادي الاهلي رغم التعادل. حاجه غريبه جدا. راي كابتن رضا عبد العال هو هي المباراه على شوطين، والشوط الاول فرادس والنادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه، والشوط الثاني لقاء الحسم فيها هيبقى في استاد الرعب في استاد القاهره. كابتن رضا عبد العال له وجهه نظر خاصه، اسمع لك في كومنتات. تحياتي احمد الخواجه.